جوارنا لليوم لعب في 15 فريق، كور في نادي بايرن ميونخ، لعب في روما، فيورنتينا ونادي يوفنتوس الإيطالي، سجل 284 هدف وتوج بجائزة الحذاء الذهبي مع نادي فيورنتينا. ونتحداك تعرف اسم الجوار هذا من الفرق اللي لعب لهم. وقبل ما نبدو في هذا الكل ما تنساش اللايك والفولو باش يوصلكم كل جديد. بدا مسيرته الاحترافية في إيطاليا ولعب مع العديد من الأندية المغمورة قرابة ال10 سنوات، حيث برزت موهبته مع نادي باليرمو وسجل 50 هدف في 80 مباراة، وساهم بأهدافه في تتويج نادي باليرمو بلقب دوري الدرجة الثانية الإيطالية وصعود الفريق للسيري آ، الشيء اللي خلى نادي فيورنتينا يدفع 30 مليون يورو للتعاقد مع هذا اللاعب. في أول مواسمه مع الفيولا قاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا ونجح في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي بعد أن سجل 31 هدف، وأصبح أول لاعب يسجل هذا الرقم في السيري آ منذ عام 1958. بعد أن أصبح واحد من أهم نجوم الدوري الإيطالي قرر الانتقال لنادي بايرن ميونخ من أجل خوض تجربة جديدة في البوندسليغا، ونجح في أول مواسمه في التتويج بالثلاثية لقب البوندسليغا، كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني، وتوج بجائزة هداف البوندسليغا بعد أن سجل 38 هدف في 60 مباراة. بعدها عاد إلى السيري آ وتحديدا مع نادي روما على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى نادي جنوا، ولعب أيضا مع نادي يوفنتوس قبل أن يخوض تجربة خارج الأراضي الإيطالية وتحديدا في الإمارات مع نادي النصر الإماراتي، ولعب مع الفريق موسم واحد، وعاد بعدها إلى السيري آ من بوابة نادي فيورنتينا قبل أن يعتزل مسيرته الاحترافية مع نادي هيلاس فيرونا، ولعب مع الفريق 95 مباراة سجل خلالهم 48 هدف وتوج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإيطالي في موسم 2015. أما على الصعيد الدولي فقد ساهم بأهدافه في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم في نسخة 2006، تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم في ألمانيا. زعما شكون اللي ملعب بهذا؟ ما تنساش كان عرفت اسم الجوار تكتب هنا في كومنتات وتشارك الفيديو مع أصحابك وتعمل لنا أبوني على تيك توك.